بص جمبريه. بص ولا قد ايدك بالمتر يا ابني. ده حلو وايه يا للي. اهلا بيكم في مقارنه للتاريخ. معانا اسماك ماهر، اسماك الدوران بتاع شبرا واسماك القبه في احسن كيلو جمبري راس وديل. سامي الله ونبتدي. وطلبنا كيلو جمبري من عند الدوران ب 1400 جنيه. اهم حاجه بالنسبه لي بقى المنتج. احنا دافعين 1600 جنيه و640 راس وديل دهب. عامل راس وديل على ابوه. هو كاتب ملك الجمبري، كاتب كده اسماك الدوران كينج اوف شريمب. صح؟ كيلو الجمبري حجمه كويس، طالع اليته كويسه. نشيل سنه الديل دي وسنه الراس عشان يبقى كان ايه بدون الديل والراس. التاريخ عندنا في شبرا ده يا ولد. تاريخ عندكم في شبرا؟ ده تاريخ، ده مدرسه. ده جمبريها بتنزل سكر. يدوق الرز بتاعه ب 40 جنيه. الك نظره مش تاريخ. بصوا بقول لك ايه، تيجي ناكلها زي ما هي. بص انت عارف انك تقدر تاكلها لحد الحته دي. ايوه دي الحته اللي فيها البطارخ بتبقى طريه. بص طمان الله حياه النعمه دي. جمبري مسكر حلو حلاوه زي بتاع شيرين بزون. ما تقول لي زي بتاع شيرين بزون يا هاني عشان تشكر في شيرين بزون. هقول لك لا بامانه الله نفس الطعم عندنا. استاذنك واحده كمان نخش على بعضه. ماشي يلا. لسه موجودين في شبرا ونخش على اسماك ماهر. اسماك ماهر عشان تطلب اوردر يا تطلب قبلها بيوم، تحجز اوردرك يا قبلها بيوم، مش بهزر، عشان تاكل سمك من عنده. يا اما يا عزيزي تطلب لحد الساعه 3. هو اخره الساعه 3. منظر مرعب. بص بقى يستاهل ان بيشطب بدري ولا لا؟ حاطط جوز عرايس الكيلو ب 850 جنيه. ارخص مكان باع جمبري في مصر بالحجم ده. وانا كنت فاكر ان هو ده اللي عامله هنا اللون الاحمر ده، بس طلع رز بالصلصه ورز ده وباعت طبق بتنجان. يعني هو باعت لك طبق بتنجان وطحينه. بص الجمبريه حبه البركه زي بتاعت شيرين. ده يعتبر قريب للحجم بتاع شيرين بزون صح؟ بالمتر. بص المتر بتاع زمان بتاع 6 و6 كيلو الجمبريه فاهم بالمتر. بص عايز اوريك واحده من ليه وعشان راسه دي. بص الجمبريه. بص ولا قد ايدك بالمتر يا ابني. يا لهوي ده غلط، ده على فكره علي كوليسترول، ده خطر عليا. بص نضافه حلو وايه يا للي. الرز بالخلطه حلو. انت عارفين رايي في الرز اصلا عامه. انا مش عاجبني عشان طعم الفلفل الالوان الزياده ده. طب نقول اللي لينا واللي علينا كسعر وحجم وكل حاجه حلو وطعمه حلو. بس على فكره طعمه غير بتاع ملك الجمبري. يعني ده ليه طعمه ليه كيان لوحده. بس حبه البركه والسمسم بتضايقني في الطعم. انتوا عارفين الحوار ده. بس هو حلو، هو حلو. خش على بعض. تالت واحد وهو اسماك القبه. غني عن التعريف. تقريبا مصر كلها اللي عايشين في القاهره يعرفوا من هو اسماك القبه. صح؟ باين قدامك السعر؟ باين يا راجل. طبق الرز. هنا بقى احنا طالبين راس وديل. خد هو الراس وساب لنا الديل. ايه؟ مش قال لك يا عم حبه البركه عشان ما تتضايقش. سايبني حبه البركه. وتعالى نشوف طبق الرز ابو 20 جنيه. اقول رايي في الرز؟ لا مش محتاجين ولا نلم نفسنا؟ ماشي. ادي جمبريه بردك حلوه اهي. صح؟ حصل. هي في حته قشر هنا طويله شويه، كان المفروض تتقشر اكتر سنه، بس هنقول ماشي. عايز ارتبهم لك اقول لك مين رقم واحد ومين رقم اثنين ورقم ثلاثه. الصراحه ماهر وملك الجمبري حاسهم اني عارف ده في تناسق في السعر وده يعني هما ماشيين كده. ده ياخد رقم واحد وده ياخد رقم واحد. اللي بعديهم القبه. انا عايز الراس بتاعت الجمبري ماليش دعوه. ارمي لي راس يا انا راجل باكل راس اصلا. ما شفتنيش لسه واكل الراس قدام منكم دلوقتي. انا عايز الراس يا باشا، دي فيها فوسفور وفيها كوليسترول وحاجات في السما. بس الصراحه ماهر ده فكرني بايام زمان، ايام جدي وجدك، ايام ما كانوا يجيبوا كيلو الجمبري ياكلوه ويتبسطوا. سلام.